السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا سنة أولى إعدادي في الدرس الثاني في الوحدة الثانية، واللي بيتكلم عن عصر الدولة الوسطى أو عصر الرخاء الاقتصادي. كان ناقص لنا جزء صغير هنكمله في الدرس اللي هو بيتكلم عن عصر الإضمحلال الثاني، وكلمة إضمحلال يعني ضعف الثاني. طيب ايه سبب الضعف؟ قالك ان بعد الملك امين نحات الثالث زاد الصراعات، بقى في صراعات بين حكام الاقاليم، وتعرضت البلاد للاطماع الخارجيه. ما خلاص بقى في ضعف، فبدأ يطمع فينا الغزاة، وكان من اشهر الغزاة يا ولاد الهكسوس. طيب من هم الهكسوس؟ دول قبائل جت من وسط اسيا. جت من فين؟ من وسط اسيا، واستولوا بالقوه على مدينه من نيفر، بل ودمروا المعابد وقاموا بسلب ممتلكات المصريين، بل وفرضوا الضرائب. ولما استقروا في شرق الدلتا عملوا عاصمة ليهم كده سموها أواريس. سموها إيه؟ أواريس. وبكده الهكسوس كانوا بيحكمون الوجه البحري. طيب وبالنسبة للوجه الإبلي فكان يحكموا أمراء وطنيون اكتفى الهكسوس بس ان هم ياخدوا منهم الضرائب دون التدخل في شؤونهم. طيب هل المصريين هيسكتوا؟ لا طبعا. كفاح المصريين ضد الهكسوس. قالك في عصر الأسرة ال17 انتفضت البلاد، حيث عمل ملوك هذه الأسرة كام؟ ال17، ان هم ينظموا أمورهم وممتلكاتهم في طيبة. وبدأ بقى الشعور الوطني وروح المقاومة لدى المصريين عشان يواجهوا الهكسوس. طيب مين أشهر الملوك اللي واجهوا الهكسوس؟ أول ملك عندنا اسمه سقنن رع الثاني. اسمه إيه؟ سقنن رع الثاني. ده بدأ الحرب التحرير ليحرر البلاد من الهكسوس، وطبعا زوجته إياح حطب كانت مسنده ولكنه قتل. طيب هل بقى الموضوع انتهى؟ لا، مسك مكانه ابنه الكبير كاموس، واستطاع ان هو يواجه الهكسوس، ولكنه هو الاخر قتل في ارض المعركة. يبقى الملك كاموس حاول ان هو يأمن حدود مصر الجنوبية، وعمل قام بحملة مفاجئة على أرض كوش، وأجبر أميرها اللي هو على قطع الإمدادات اللي كان بيوصلها إلى الهكسوس عن طريق نهر النيل. ثم انطلق بجيشه اللي هو الملك كاموس شمالا عشان يحقق انتصارا عظيما، استطاع أنه هو يحرر أجزاء كبيرة من مصر الوسطى، ولكنه قتل في حرب التحرير. مين بقى اللي مسك مكان كاموس؟ أخوه الأصغر أحمس الأول، اللي هو استكمل كفاح أخيه وأبيه، وطبعا بتشجيع من أمه إياه حطب. واستطاع أحمس اللي هو يحاصر مدينة أواريس، طبعا بعدما استطاع أن هو يكون جيش قوي عظيم، واستطاع أن هو يطرد الهكسوس من مصر، بل تعقبهم إلى فلسطين وحاربهم حتى قضى على خطرهم. وبكده يا ولاد يبقى أحمس هو اللي حرر مصر من الهكسوس، ودي تعتبر بداية الدولة الحديثة. عايزين نعرف بقى ايه دور الملكة إياح حطب. طبعا دي الملكة العظيمة التي شجعت ابنيها أحمس وكاموس، ووقفت مع زوجها سكن الرع رغم ان هم قتلوا في المعركة، ولكن كانت لها دورا بارزا في تحرير البلاد من الهكسوس حتى أن خرج الهكسوس من مصر. تعال بقى نتكلم عن النقطة التانية اللي هي ما علاقة مصر بأفريقيا في عصر الدولة الوسطى. يعني هل كان مصر لها دور؟ أكيد طبعا. احنا قلنا أن المصريين اهتموا في هذا العصر بتأمين الحدود الجنوبية، وعملوا حصون بداية من الجندل الأول حتى الجندل الثالث. كما أن المصريين كانوا حريصين جدا على إقامة علاقات تجارية مع الحضارات الإفريقية زي حضارة كوش، حيث كان في تبادل في الحلي والعطور والمجوهرات والمعادن والعاج، وأيضا التوابل والزيوت طبعا كزيت الزيتون والنخيل. وكمان أقاموا مراكز ومحطات تجارية على طول نهر النيل، وكان أيضا يا ولاد التي استخدمت في تخزين وتوزيع السلع المستوردة والمصدرة. كما أرسلوا البعثات لاستخراج المعادن. وأيضا بجانب بقى النقطة التجارية كمان كان في تبادل ثقافات،
تمام. وكانت في علاقات عمق قوية بين مصر وإفريقيا، والدليل على كده إن الملك أمين محات الأول إلى أنه ابن للسيدة من الجنوب. يعني هنا بيقول لك الدلائل على عمق العلاقة بين مصر وإفريقيا، إن أشار الملك ابن محات الأول إلى أنه ابن لسيدة من الجنوب، وتحدث عن عظمتها ومكانتها. يبقى احنا كده يا أولاد بنوضح حاجة مهمة جدا، إن مصر خلال عصر الدولة الوسطى كانت في علاقات قوية بينها وبين إفريقيا. وإلى هنا انتهى الدرس، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أسامة النوبي.